إنه لشرف عظيم وسعادة بالغة أن أشارككم اليوم احتفالنا بتدشين كنيسة العذراء مريم والشهيد ماري جرجس بمدينتي بيد قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. لا شك أن احتفالنا اليوم هو تجسيد للقيم الروحية الوطنية السامية الداعمة لنمو الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بما يساعد على الوئام والوحدة والتضامن بين كل مكونات المجتمع. ومن حسن الطالع أننا نعيش الآن في عصر الجمهورية الجديدة بكل ما تشهده من معاني حقيقية لدعم أواصر المواطنة، وأكرر أواصر المواطنة والمشاركة والمساواة في الحقوق والواجبات دون تفرقة أو تميز، وقبول للآخر والعيش المشترك. وتلك هي القيم التي تستهدف غرسها دائما في مجتمع مدينتي. احنا كلنا لازم نكون ايد واحدة، لازم نكون شعب واحد، لازم نكون مجتمع واحد عشان نتقدم بمصر للأمام جميعا. دي بلدنا كلنا. بالنسبة لنا فإن احتفالنا هذا نعتبره تتويج لإنجاز حقيقي سعينا ونسعى لتحقيقه في مجتمع مدينتي، كما أنه تتويج لجهود مضنية نبذلها مع فريق العمل بمجموعة طلعت مصطفى لتقديم جودة حياة مستدامة تمتد بمردودها الإيجابي إلى كافة مناحي الحياة، بما يعزز الانتماء ويدعم تلاحم النسيج الوطني. فإذا كانت الأسرة والتعاليم الدينية من أهم مقومات إرساء الانتماء والوحدة الوطنية، فإن هناك عناصر أخرى عديدة تعزز من هذا الانتماء والوحدة، وهو ما عملنا على تحقيقه في مدينتي منذ اليوم الأول. فالحقيقة التي ربما لا يعرفها البعض إننا نسعى منذ عشرات السنوات في عملنا بالتطوير العقاري ليس فقط إلى بناء وحدات سكنية، وإنما إلى تنمية مجتمعات متطورة تنبض بالحياة. فقد حرصنا على توفير الخدمات الدينية والتعليمية والرياضية والتجارية والأنشطة الثقافية والخدمات الجماهيرية المطورة وغيرها لتقديم جودة حياة للسكان، مما يعزز روح الانتماء وتلاحم النسيج الوطني. حضرتك هتلاقي في مدينتي هنا حتى الخدمات الحكومية التي تقدم للأهالي وتقدم بفكر متطور. احنا بنشارك الحكومة دايما ان احنا نقدم شيء متطور. السجل التجاري هنا متطور، المكتب الصحة متطور، مكتب المواليد متطور، حتى القسم الشرطة في تطور، في احترام للقيم الإنسانية. المرور، كل شيء بنعمله بشكل متطور جدا. إنما ساهمنا ونساهم فيه ينبع من إيمان وقناعة حقيقية لدينا بحتمية دعم القيم الروحية للوحدة والتضامن والأخوة والمحبة، والتي تشكل جميع الهوية الفريدة لشخصية الأمة المصرية. واحنا حضرتك لما بنشارك في الكنيسة هنا هو وبنائها وميلادها، وإن شاء الله النهارده هنحط حجر الأساس بتاع الدور اللي فوق، وإن شاء الله احنا هنقدمه كمجموعة طلعت مصطفى بالكامل للشعب. وان احنا بنعدكم انه خلال سنتين ان شاء الله حضرتك هتشرفنا بالافتتاحه ان شاء الله. هذا ليس منا من احد، هذا ليس منا من احد، ولكنه واجب لينا عليكم. وان شاء الله احنا ابتدينا بنبذل مجهود كبير جدا في مدينة نور الجديدة، وان شاء الله برضو فيها كنيستها ان شاء الله اللي سيادتك ان شاء الله هتيجي تفتتحها ان شاء الله. وفي ختام كلمتي ارحب مجددا بقداسة البابا تودروس الثاني والسادة ضيوف مدينة الكرام، متمنيا أن يظل هذا الصرح مقصدا ورمزا لنهجكم وقيمكم السامية، داعيا الله أن تظل مصر بنسيجها الوطني نموذجا فريدا لكل الشعوب في العالم ورمزا للتماسك والتسامح والأخوة. والسلام عليكم ورحمة الله.